الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بيكم. لو أول مرة بتشوفني يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وما تبخلش علينا باللايك الجميل للفيديو. بإذن الله تعالى يا جماعة هنعمل لكم النهاردة سندوتشات كبدة اسكندراني. طبعا زي ما انتم عارفين السندوتشات بره سعرها غالي، وطبعا أكل البيت أفضل وأنضف. يلا بينا يا جماعة مع بعض كده نعمل السندوتشات بتاعتنا النهاردة. هنعمل الطحينة اللي هنحطها على الكبدة. طبعا انتم عارفين إن الكبدة من غير الطحينة ما تبقاش كبدة. الأول نص ليمونة معانا هنعصرها، ومعانا معلقتين خل كبار، مية فترة، ونقلب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. لو حبينا نزود تاني مية نزود. وهنا معانا يا جماعة الخلطة اللي هنحطها، التتبيلة اللي هتحط على الكبدة بتاعتنا، عبارة عن توم وكمون وملح، والتبة بتاعتنا نعناع ناشف هننزل بيها كده. وخلاص يا جماعة كده الطحينة بتاعتنا جاهزة. هندخل بقى ان شاء الله على الكبدة. مع مكونات الكبدة بتاعتنا معانا فلفل حامي وفلفل بارد، معانا تتبيلة عبارة عن توم وفلفل اسمر وكمون وملح وخل، ومقطعين الكبدة بتاعتنا قطع صغيرة. وده طبعا عبارة عن خضار وجرجير، ده يتحط في السندوتش من الاخر. ومعانا الليمون ان شاء الله هنعصره عليه على طاسة على نار. معانا طاسة هنحط فيها كمية حلوة من الزيت، ونتأكد يا جماعة إن الزيت بتاعنا سخن. هنيجي نازلين بمعلقة من التتبيلة بتاعتنا، ونيجي نازلين يا جماعة الكبدة بتاعتنا. طبعا التتبيلة ريحتها جميلة جدا. لكم يا جماعة تاني عشان مطولش عليكم الفيديو، بعد ما حمرنا الكبدة بتاعتنا هننزل معانا الفلفل بتاعنا، فلفل حامي وفلفل بارد، هننزل بيه على الكبدة. هنقلب بنقلب طبعا يا جماعة اهو. هنيجي ننزل بقى التتبيلة بتاعتنا، صراحة ريحتها جميلة جدا. بعد ما حمرنا الكبدة يا جماعة، يا ريت ما تطولوش عليها النار عشان ما تشدش. هنجيب طبعا السندوتشات بتاعتنا الجميلة، ونحط الطحينة بتاعتنا كده من تحت. طحينة، ومعانا هنا الخضار بتاعنا، ده خضار وجرجير. ونحط الكبدة بتاعتنا، معانا الليمون
الجميلة بتاعتنا اهي، عصرة ليمون. نضيف سندوتش كمان، نحط برضه طحينة، معانا خضار اهو، كبدة. ياريت يا جماعة متنسوش تحطوا لايك وتصلوا على النبي في التعليقات عشان انتوا تاخدوا ثواب واحنا ناخد ثواب، وياريت تقترحوا علينا لو حابين تشوفونا في أي فيديوهات تانية. طبعا يا جماعة زي ما قلنا لكم إن أكل البيت أفضل وأنضف وأوفر. ودلوقتي يا جماعة عصرة الليمونة بتاعتنا الجميلة، بصراحة حاجة عظمة. طبعا اللي حابب يحط طحينة حسب الرغبة، حابب تحط طحينة من فوق عادي، مش عايز زي ما انت عايز يعني، بس أنا بحب الطحينة فعشان كده أحط طحينة. متنسوش يا جماعة تحطوا لايك، تصلوا على النبي في التعليقات، وتشيروا القناة لأصحابكم، تشيروا الفيديو. يلا يا جماعة ندوق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة حاجة عظمة جميل. هنا يا جماعة الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت بإذن الله لو في أي حابين تشوفونا في أي فيديوهات جديدة أو أي فيديوهات منوعة، يا ريت تكتبوا لنا في القناة. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.